بيبدأ فيلمنا ببنت اسمها ميل وهي بتحاول تهرب مع شخص مقنع وبيحاول يقتلها، وفجأة الشخص ده بيظهر قدامها وفي ايده سلاح، فبتصرخ ميل وبتقوله ان هي مش عاوزة تموت تاني، وده معناه ان هي ماتت اكتر من مرة قبل كده. وفجأة المقنع ده بيستخدم سلاحه وبيخلص عليها، وبعد مرور سنة كاملة بنشوف شلة اصحاب مسافرين سوا لنفس المدينة اللي ميل اتخطفت فيها علشان يدوروا على ميل، وأساميهم بتكون كلوفر والإكس بتاعها اللي بيكون اسمه ماكس، وبنت اسمها ناني، وحبيبها أبل، وأخيرا صاحبتهم الآسيوية اللي اسمها ميجان. ولما بيوصلوا للمدينة بيقفوا قدام سوبر ماركت وبيشغلوا فيديو ميل قبل اختفائها، وفي الفيديو كانت ميل موجودة في نفس المكان ده قبل ما تختفي، وبنعرف إن كلوفر تبقى أخت ميل وطلعت مع أصحابها الرحلة دي مخصوص علشان تدور على أختها. وبتدخل كلوفر السوبر ماركت وبتسأل صاحب السوبر ماركت اللي اسمه هيل عن أختها اللي اختفت من سنة، فهيل بيقول لها إن في وادي هنا اسمه وادي جلور، وأي حد بيعدي من على الوادي ده بيختفي بشكل مش منطقي، وبينصحها تروح للوادي ده يمكن تلاقي أختها هناك. فبتخرج كلوفر لأصحابها وبتعرفهم على اللي حصل، وبيركبوا كلهم العربية سوا وبيتحركوا لوادي جلور. ولكن في نص الطريق بيبدأوا يحسوا بشعور مخيف وبيكونوا مش مرتاحين نهائي للمكان اللي هم رايحين له، وخاصة إنهم بيقابلوا عاصفة قوية. ولكن بمجرد ما بيوصلوا بيلاقوا العاصفة اختفت بشكل مفاجئ، وطبعا كلهم بيستغربوا من اللي حصل وما بيكونوش لاقيين تفسير. ولما بينزلوا من العربية بيلاقوا فندق قدامهم، فبيدخلوه بيلاقوا إن الفندق فاضي تماما، وبتلاحظ ناني إن في ساعة رملية في الفندق شكلها غريب، وكمان بتاخد بالها إن في دفتر بتكتب فيه أسماء النزلاء، فبتبدأ إن هي تكتب أسمائهم. وبرضه بيبدأ قبل إن هو يستكشف المكان، وقتها بيلاقي حاجة غريبة جدا، لأنه بيشوف لوحة عليها صور لناس كتير مفقودة ومن ضمنهم صورة ميل. ولما بتقلب ناني في الدفاتر بتلاقي إن اسم ميل مكتوب أكتر من مرة، فبتنادي على أصحابها وبتوريهم الدفتر، وطبعا بيكونوا كلهم مستغربين ومش فاهمين أي حاجة. وبيجي الليل وبتلاحظ ناني إن الساعة الرملية اتشقلبت للناحية التانية، فبتسأل أصحابها لو حد منهم لمس الساعة، لكن كلهم بيجاوبوا بالنفي. وفجأة بيسمعوا صوت غريب بره الفندق، فبيخرجوا علشان يشوفوا فيه إيه، وبيلاقي عربيتهم اتحركت من مكانها بالرغم من إن المدينة أساسا مهجورة. فكلهم بيخافوا وبيرجعوا بيستخبوا في الفندق تاني، وبيفضلوا يدوروا على أي تليفون يستخدموه لأن مفيش شبكة في المكان. ولكن لما بيلاقوا التليفون بيلاقي إن هو مفهوش حرارة. ووقتها ناني بتسمع صوت غريب، فبتمشي ورا مصدر الصوت لحد ما بتدخل أوضة في الفندق جاي منها مصدر الصوت، وساعتها بيظهر لها الشخص المقنع وبتلاقيه خلص على القبل وبيخلص عليها هي كمان. وقتها كلوفر وماكس وميجان بيسمعوا صوت صريخها، فبيطلعوا يجروا عليها وبيقولوها مقتولة. ولما بيشوفوا الشخص المقنع جاي عليهم بيطلعوا يجروا بسرعة، وكل واحد بيستخبى في مكان مختلف. بتروح ميجان تستخبى في الدولاب، وماكس وكلوفر بيستخبوا ورا الباب. وأول ما المقنع بيقرب منهم بيروح ماكس يسحب كرسي وبيكسروا عليه. ولكن الغريب إن الشخص المقنع مش بيتأذى خالص، وبيمسك الشخص المقنع سلاحه وبيخلص على ماكس، وبعدها بيروح يفتح الدولاب وبيشد ميجان، وبيفضل يخبط راسها في الأرض لحد ما بيقتلها. وبتكون كلوفر شايفة كل اللي بيحصل وهتموت من الرعب، فبتسحب سكينة بهدوء وفجأة بتهجم على الشخص ده وبتطعنه في جسمه. ولكن الغريب إن الراجل المقنع ده ما بيتأثرش نهائي. فبسرعة كلوفر بتطلع تجري بره الفندق وبتروح تستخبى في الغابة. وقتها بتشوف أختها ميل جاية عليها من بعيد، ولكن ما بتلحقش وتوصل لها، لأن في نفس اللحظة الرجل المقنع بيوصل عند كلوفر وبيخلص عليها هي كمان. وبعد لحظات الساعة الرملية بتتشقلب من جديد واليوم بيتعاد من تاني، وفجأة كلوفر وأصحابهم بيلاقوا نفسهم رجعوا للحياة تاني. وطبعا كلهم بيكونوا في حالة صدمة وما بيكونوش مستوعبين إن هم اتقتلوا ورجعوا للحياة وهم مش فاهمين إيه اللي بيحصل أصلا. وفجأة بيلاقوا باب الفندق عمال يقفل ويفتح لوحده، فبسرعة بيروحوا يسدوا الباب. وقتها بتحس ميجان بشعور غريب ناحية المكان، وبتقول لهم إن في حاجة وحشة هتحصل لهم. ومرة واحدة بتفضل تصرخ بصوت عالي والكهرباء بتقطع، وأول ما الكهرباء بتيجي ترجع تاني بيلاقوا ميجان اختفت، فبيروحوا يدوروا عليها في كل مكان لحد ما بيلاقوها قدام صورة المفقودين. وبتبدأ تردد آخر كلام للناس المفقودة قالته قبل ما يختفوا من المكان، وبتطلب من أصحابها يمنعوا أي حد يدخل الفندق مهما حصل. وفجأة هنا ميجان بتموت بعد لحظات، وبيسمعوا صوت خبط على الباب الفندق، فبيقربوا ناحية الباب ويسمعوا صوت ميل وهي بتستنجد بيهم وبتترجاهم إن هم يفتحوا لها الباب بسرعة. فبتروح كلوفر تفتح الباب، ولكن بمجرد ما بتفتحه بتلاقي أختها اختفت. ولكن الغريب في الأمر إن هم بيلاقوا البيت قدامهم ما كانش موجود من قبل كده. وفجأة بتظهر قوة خفية بتسحب كلوفر ناحية البيت، ولما أصحابها بيحاولوا ينقذوها ما بيعرفوش،
لأن في قوة خفية بتسحبهم جوه البيت وبتحبسهم جوه. وبمجرد ما كلوفر بتدخل البيت بتلاقي ساحرة عجوزة قاعدة لوحدها وشكلها مرعب جدا، وبتكون قاعدة بتتفرج على الأخبار. والأخبار بتتكلم عن المنجم اللي انفجر في المدينة ومات في الحادثة دي آلاف الناس. فبتحاول كلوفر تبعد عنها، ولكن فجأة الساحرة بتقوم من مكانها وبتحاول تقتلها وبتقولها إن هي قدام حل من الاتنين، يا إما تواجه خوفها أو تبقى جزء من المكان. وفجأة كلوفر بتموت، وفي نفس الوقت بنشوف ماكس وهو بيحاول يفتح الباب عشان يروح ينقذ كلوفر، ولكن ابل بيمنعه بيقوله ان التصرف الصح دلوقتي ان هم يهربوا من المكان ده وما يبصوش وراهم تاني. فماكس بيزعلوا وبيفكروا ان كلوفر صاحبتهم وما ينفعش يسيبوها ويهربوا. فبيبدأ ابل انه يبقى قاسي معاه في الكلام، وبيعرفوا ان هو لو بيعمل كده علشان كلوفر ترجع له فهي برضه مش هترجع لان هو ما بقاش تحبه. فماكس بيضايقه من كلامه بيقوله ان هو يقطع علاقته بيه بمجرد ما يخرجوا من هنا، وبيسيبوا ماكس وبيخرج بره الفندق. وطبعا مينا بتتضايق من كلام ابل بسبب الكلام اللي قاله، وبتتهمه ان هو اناني وجبان. ولكن ابل بيقول لها ان هو مفيش حل تاني قدامهم غير ان هم يهربوا، وبيعرفوهم ان العربيه رجعت تاني قدام البيت، وبيطلب منها تيجي تركب معاه العربيه علشان يهربوا من هنا ويطلبوا المساعده لاصحابهم. في الاثناء دي بيوصل ماكس للبيت الساحره، واول ما بيدخل جوه البيت بيلاقي كلوفر لابسه قناع، وبيكون واضح ان هي اتلبست، وبيتخلص عليه بكل وحشية. وفي نفس اللحظة دي بيركب قابل العربية مع مينا علشان يهربوا، لكنهم ما بيلحقوش لأن الشخص المقنع بيظهر قدامهم تاني وبيخلص عليهم هما الاتنين. وبعد ما كلهم بيموتوا الساعة الرملية بتتشقلب من جديد، وفجأة بيلاقوا نفسهم رجعوا للحياة تاني، ويومهم بيبدأ يتعاد من جديد. وبيكتشفوا هنا إن الكائنات اللي بتقتلهم أهالي المدينة اللي ماتوا في الحادثة اللي حصلت من 20 سنة. وبيكتشفوا كمان إن هم محاصرين في حلقة زمنية مرعبة مش عارفين يخرجوا منها، وبيكونوا متأكدين خلاص إن هي في آخر ليلة كلهم هيموتوا على إيد كيان مرعب. فبيروحوا كلهم يستخبوا في الحمامة وبيقفلوا على نفسهم، وبيقرروا إن هم يفضلوا مستخبين لحد ما الشمس تطلع. وده لأن الساحرة قالت لكلوفر قبل ما تقتلها إن قدامها حل من الاتنين، هو إنها تستنى لحد ما الليل يعدي أو تبقى جزء منه، أو تواجه الكائنات الشريرة اللي في المكان. وبيكون قابل عطشان فبيروح يفتح الحنفية وبيشرب منها، وبيدي مية لكل أصحابه وكلهم بيشربوا. ولكن بعد لحظات بيبدأ قابل يحس بتعب شديد، فبيفضل يكح دمه وفجأة بينفجر وبيتحول لأشلاء. وطبعا كل أصحابه بيفضلوا يصرخوا من شدة الرعب، وبيعرفوا هنا إن المية اللي هم شربوها دي ملعونة وهتقتلهم كلهم. وفجأة نين هي كمان بتنفجر، فبسرعة باقي الشلة بيخرجوا بره الحمام. ووقتها بتحس ميجان بوجع شديد في كل جسمها، وفجأة رجليها بتنفجر فبتفضل تصرخ وبتعيط وبتطلب من أصحابها يساعدوها، لكنهم بيكونوا مرعوبين ومش عارفين يتصرفوا ازاي. وفجأة ميجان بطنها بتكبر وبتنفجر وبتموت، وبعدها على طول ماكس هو كمان بينفجر، ومبيكونش متبقي غير كلوفر. فبتنام كلوفر على الأرض وبتستنى دورها وهي كمان. ولكن وقتها بيحصل شيء غريب لأنها بتلاقي هيل داخل عليها، وهيل ده بيكون الراجل اللي قابلته في السوبر ماركت، وبيقرب منها وبيقول لها إن هما هيفضلوا محبوسين في الحلقة دي طول عمرهم لو ما واجهوش خوفهم. وفجأة كلوفر بتنفجر هي كمان، وبعدها الساعة الرملية بتلف تاني وكلهم بيرجعوا للحياة من جديد. وبتحكي لهم كلوفر إن هي شافت هيل وأكيد هو السبب في اللي بيحصل لهم. فبيبدأوا يدوروا في الفندق على أي حاجة تخص الراجل ده لحد ما بيلاقوا الكارنيه بتاعه، وبيعرفوا إن هو شغال دكتور نفسي. وكمان بيلاقوا جريدة قديمة مكتوب فيها إن في منجم في المدينة انفجر، وده بسبب إن الحكومة حفرت بالغلط، وده تسبب في إن كل البيوت اللي كانت في المدينة هبطت تحت الأرض، والموضوع ده تسبب في موت الآلاف الأشخاص. وبعدها بيكملوا استكشاف في الفندق لحد ما بيوصلوا الباب، فبيفتحوه بيلاقوا وراه نفق طويل، فبسرعة بيقفلوا الباب تاني. وبعد شوية بيحس ماكس بيلاقي شريط فيديو قديم، فبيشغله وبيشوف فيه حاجة عجيبة جدا، هي إنهم بيلاقوا شخص محبوس مع كائن غريب، وبيستنجد بهيل علشان يخرجه من هنا. ولكن هيل بيرفض وبيفضل حبسه مع الكائن الغريب ده لأيام طويلة لحد ما الشخص بيبدأ يتحول لكائن غريب. وبيكون واضح إن هيل بيعمل تجارب نفسية على الناس، وبيقول هيل إن في الفيديو إن الأشخاص اللي هو عمل عليهم التجربة خوفهم بيسيطر عليهم، وبيبدأوا يتصابوا بضمور في العضلات. وفي خلال 13 يوم بيبدأ الشخص اللي بيتعمل عليه التجربة ده يستسلم للأمر الواقع، وساعتها والخوف والضعف واليأس بيتمكنوا منه وبيتحول لكائن اسمه وينج نيو. وهنا كلوفر واصحابه بيعرفوا ان هيل بيعمل عليهم التجربة دي علشان يحولهم لكائنات. وفجأة الراديو بيشتغل وبيسمعوا صوت، فكلوفر بتتواصل معاه وبتقول ان هي عاوزة تخرج من المكان ده، فبيقول لها ان لازم واحد منهم يموت، لكنها بترفض تضحي بحد. فبتقول له ان هي عايزة تقابله شخصيا، فبيقول لها ان هو موافق وبيطلب منها تعدي في الغابة وهتلاقيه مستنيه هناك. فبسرعة كلوفر بتسيب صحابها وبتطلع تجري على الغابة لوحدها، وبيحاولوا أصحابها يمنعوها ولكن ما بيعرفوش.
فبيطلعوا يجروا وراها علشان ينقذوها، وأثناء ما بيكونوا ماشيين وراها بيظهر لهم كائن وبيحاول يخلص عليهم لكنهم بيهربوا منه. في الوقت ده ميجان بتكون بتهرب وبتقع بالغلط في البيت تحت الأرض، وبيظهر لها كائن وبيسحبها، وبيقدر ماكس يوصل لكلوفر في اللحظة الأخيرة قبل ما كان يقتلها. فكلوفر بتطلب منه يخلص عليها ويخلص على نفسه، لأنهم لازم يبدأوا من اليوم من جديد علشان يحط خطة جديدة. وبالفعل ماكس بيسمع كلامها وبيخلص عليها، وبعدها هو كمان بيموت. وبعد ما الشلة كلها بتموت بيبدأ يوم جديد، وبيصحوا من تاني وبيلاقوا نفسهم في الفندق. لكن المرة دي ميجان ما بتكونش موجودة معاهم، ومحدش بيكون عارف هي راحت فين. وبيكتشفوا إن هم جوه الحلقة الزمنية دي بقالهم 13 يوم، وكل الناس اللي كانوا هنا قبلهم قدروا إن هم يصمدوا 13 يوم بس قبل ما يتحولوا لكائنات. وده معناه إن هم مفيش أمل وخلاص، هم كمان على وشك إن هم يتحولوا. ولما بيفتح قبل التليفون بيلاقي فيديو لميجان وهي بتقول لهم إن هي هتمشي ورا هيل علشان تحاول توقفه، وما بترضاش كلوفر إن هي تستسلم للأمر الواقع، وبتعرف أصحابها إن هم لو استسلموا لخوفهم هيتحولوا لكائنات ولازم يقاتلوا لحد آخر نفس. وبيقرروا كلهم إن هم يعدوا من الباب اللي ورا النفق، فبيفضلوا ماشيين فيه لحد ما بيلاقي كائنات ظهرت قدامهم. فبسرعة بيطلعوا يجروا منهم، وكل واحد بيروح يستخبى في حتة. وفجأة كلوفر بتلاقي نفسها بقت لوحدها في مكان مهجور، وفجأة أختها بتظهر قدامها بعد ما اتحولت لكائن. فبتفضل كلوفر إن هي تقتل أختها لأن خلاص الخوف اتمكن من أختها، واستحالة إن هي ترجع بشر تاني. وبعدها كلوفر بتكمل ماشية لحد ما بتوصل للمختبر بتاع هيل اللي بيعمل فيه التجارب على الناس، وبتلاقي ميجان محبوسة مع كائن وينجو. وبتكون كلوفر مش عارفة تنقذ صاحبتها ازاي لأن هو مقفول عليها بالمفتاح. فبتروح تدور على المفاتيح في كل مكان ولكن ما بتلاقيهاش. فبتفضل ماشية في المكان لحد ما بتوصل للمكتب بتاع هيل. وقتها بتلاقي هيل داخل عليها وفي ايده كوباية قهوة، وبيعرفها هيل إن هي مريضة مميزة وشجاعة جدا بالنسبة له لأنها مش راضية تستسلم لخوفها زي باقي المرضى. وبيعرفها إن كل الأحداث اللي بتحصل لهم معاهم دي رد فعل لخوفهم، وإن كل اللي بيحصل ده موجود جوه عقلهم بس، وهو اللي متحكمين في المكان ده كله لأن المكان بيتغذى على خوفهم وقلقهم وأمراضهم النفسية. وبتلاحظ كلوفر إن الماسورة اللي فوقها بتنقط مية، فبتفتكر إن المَيّة اللي في المكان دي ملعونة وبتقتل أي حد بيشرب منها. ومن غير ما ياخد باله هي اللي بتحط كوباية القهوة بتاعته تحت المَيّة علشان تقتله، لأن بمجرد موته التجربة دي هتنتهي، لأن هو اللي متحكم في التجربة ومسيطر على عقلهم بشكل ما. ومجرد ما هيل بيشرب من المَيّة دي بينفجر وبيموت. فبسرعة كلوفر بتاخد المفاتيح بتاعته وبتروح تحرر ميجان، وبعدها بيروحوا يقابلوا باقي أصحابهم وبيكونوا كلهم عايشين وقدروا إن هم يواجهوا خوفهم ويقتلوا كائنات الويندي جو. وأخيرا النهار بيطلع عليهم والكابوس بينتهي، وبيروحوا كلهم يركبوا العربية وبيمشوا من المكان الملعون ده بسرعة. لو عجبك الملخص خليك معانا علشان تشوف كل جديد في عالم الأفلام، وما تنساش تدعمنا بلايك واشتراك، واستنونا في الفيديو الجاي مع ملخص جديد.